وبركاته من هنا من شمال العراق الحبيب، من كردستان العراق، من سليمانية المرتفعات والجبال، من المدينة الجميلة في كل شيء، أجواءها الرائعة والمناظر الخلابة والصور التي تخلد في الأذهان. اي والله هكذا هي السليمانية هنا في شمالنا العزيز في مدينة السليمانية في كردستان العراق الحبيب. مباراة نوروز وزاخو، لقاء مهم لحساب الجولة 29 من دورينا، دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025، ديربي من ديربيات دورينا لهذا الموسم. زيد ثامر حكم هذه المباراة سيطلق الصافرة لبداية المباراة، لبداية هذه الموقعة الكبيرة التي تجمع الفريقين هنا في ملعب نوروز. نتمناها مباراة كبيرة، نتمناها مباراة ذو قيمة فنية كبيرة، ونتمنى أن يكون الأداء فيها مثالي. على بركة الله تطلق الصافرة. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري، ولقاء لحساب الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. نوروز هنا يستضيف زاخو من خلال هذه المباراة. نوروز يستضيف زاخو من خلال هذه المباراة ومن خلال هذه الموقعة. هنا الكرة التي فيها خطأ مع بداية المباراة، مع انطلاقة المباراة، وبالتالي ننتظر الأداء الكبير وننتظر الأداء الفني الذي يقدم من كلا الفريقين. هذا ما نتمناه. هنا تشكيلة نوروز: هاني شاكر، محمد دلاور، حمزة عدنان، وائل بن عثمان، محمد زريقات، ومنتظر ستار، جاتوش بانوم، وعلاء الدين دريدي. وكذلك التشكيلة الحاضرة لمباراة اليوم: كلاديو أوليفيرا وآسارستوم مع نيدي فريكي. هذه تشكيلة المدرب السيد قحطان كثير، مدرب فريق نوروز. بالمقابل زاخو يلعب من خلال هذه المباراة في علي كاظم على رعد، محمد أبو حشيش، أحمد إبراهيم، باتريك مارسيلينو، وآليو آدم، وكذلك موسيس ديبوتي، أحمد ياسين، ومحمود الأسود، وناصر محمدو. هذه تشكيلة المدرب طلال البلوشي لهذه المباراة. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة زيد ثامر وواثق مدلل، نوار صالح كذلك حاضر من خلال هذه المباراة كحكم مساعد ثاني، وليث فرحان الحكم الرابع. في غرفة الفار لدينا سجاد خالد ورضا عباس. كرة إلى خارج أرضية الملعب. قحطان كثير. المباراة ليست بالسهلة. المركز الثالث عشر ب 35 نقطة، وزاخو في الترتيب الثالث ب 52 نقطة. بداية المباراة الدقائق الأولى راح يكون فيها حذر، راح يكون فيها جس نبض بالنسبة لكلا الفريقين، ولكن نتمنى أن تكون المباراة مفتوحة، نتمنى أن تكون المباراة فيها أهداف. ناصر وكرة إلى خارج أرضية الملعب. محمد دلاور، الكرة إلى ركلة ركنية. يا طلال يا بلوشي، طلال البلوشي قادم من خسارة، وقبلها كانت كذلك خسارة. الخسارة الماضية كانت أمام نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء، وقبلها كذلك كانت أمام كربلاء بهدف مقابل لا شيء. بينما فريق نوروز قادم التعادل أمام الكرخ في بغداد بهدفين مقابل هدفين. لدينا ضربة ركنية لمصلحة زاخو. الكرة تنفذ عالية، هذه خطيرة، إبعاد للكرة، بينما هنا التسديدة والمحاولة مستمرة
حكم المباراة قريب، ومحمد دلاور أبعد الكرة الماضية. تبقى المحاولة ويبقى الضغط من زاخو. زاخو ضاغطا، زاخو يحاول. ديبوتي بكرة، ديبوتي بالتمريرة هذه لزاخو، هذه خطيرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب. ضاغط زاخو، ضاغط من البداية. رمية تماس. الدقائق الخمسة الأولى، التعادل بدون أهداف في مثل هكذا مباريات، وهكذا أجواء، وهكذا ملعب، وهكذا جماهير، وهكذا أمسية. المباراة ما راح تنتهي بدون أهداف. يجب أن تكون الأهداف حاضرة من خلال هكذا مباريات والديربيات، الديربيات الكبيرة. هذا ديربي من ديربيات شمال العزيز، هنا في نوروز، هنا في شمال العراق الحبيب، من كردستان العراق، من سليمانية المرتفعات والجبال، من المدينة الجميلة في كل شيء، أجوائها الرائعة والمناظر الخلابة والصور التي تخلد في الأذهان. هنا مرور ممتاز. تبقى الكرة، تبقى المحاولة. أحمد ياسين، الكرة تقطع الآن. بعد ذلك وصلت لهجوم آسو، تمرير بانوم لاعب الأثيوبي، تمرير الكرة منتظر بانوم. وائل بن عثمان، محمد زريقات لاعب الأردني، وصلت للتونسي. بعد ذلك لوائل بن عثمان، منتظر ستار، كرة في وسط الملعب. اسمع الجماهير على المدرجات، أجواء جميلة ورائعة هنا في السليمانية، وبالتحديد في ملعب نوروز. الكرة والمحاولة مستمرة. محمد دلاور، الكرة تقطع بعد ذلك من محمد أبو حشيش إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس. منتظر رمية تماس. أحمد ياسين، محمد أبو حشيش لموسيس البرازيلي، هدف واحد هذا الموسم. الكرة بعد ذلك تبعد إلى خارج أرضية الملعب. تحولت أحمد ياسين بكرة، وحكم المباراة زيد ثامر يعيد تنفيذ رمية التماس. هذا أحمد ياسين هدفين هذا الموسم، بينما محمد أبو حشيش بكرة تلقى للأمام. تبقى المحاولة وتبقى الكرة، الضغط على حامل الكرة، عادت مرتدة لنوروز، الارتداد السريع تقطع بضربة راسية. حكم المباراة حكم المباراة، وبالتالي شوف أحمد ياسين وكذلك محمد دلاور. الإعادة هي الكرة الماضية، خطأ، ضربة حرة مباشرة لنوروز، الفريق الذي يمتلك ملعب ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهذه الجماهير بكل تأكيد لا ترضى بهذا المركز الثالث عشر، ولا تقبل حتى بالنقاط ال35 نقطة. بينما هنا آسو رستم 8 أهداف هذا الموسم، ثاني هدافي فريق نوروز بعد الهداف مروان حسين اللي يغيب عن المباراة. بالمقابل لدينا أهم الغيابات بكل تأكيد أمجد حطوان. الكرة تنفذ، بانو، محمد دلاور، محمد أبو حشيش، ناصر، كرة إلى رمية تماس الآن لمصلحة فريق نوروز. المحاولات مستمرة، المباراة في وسط الملعب، الكرات
لا تزال في حيرة من أمرها، ولم تصل على مستوى الخطورة ولا حتى الشباك اهتزت لغاية الآن. بينما هنا الكرة تبعد من أليو ديبوتي، تمرير، هجوم الآن، كرة وصلت لأحمد ياسين، أقرب للمدافع محمد زريقات، فكرة إلى خارج أرضية الملعب من المدافع الأردني محمد زريقات مدافع نوروز. بينما هنا طلال البلوشي، 10 دقائق التعادل بدون أهداف في قمة كروية وفي قمة وفي ديربي من ديربيات شمالنا العزيز، هنا في كردستان العراق، هنا في السليمانية الجميلة، هنا في ملعب نوروز الذي يحتضن هذه المباراة. كذلك هو الملعب الجميل والأجواء الجميلة على المدرجات والأهازيج والجماهير الحاضرة، وبالتالي جماهير الفريقين حاضرة من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المباراة. رمية تماس، متبر ستان، ناصر محمدو، بانو، تبقى المحاولة، منتظر، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. كان واضح في الصورة علاء الدين الدريدي لاعب التونسي، لاعبين المحترفين مع فريق نوروز بالتشكيلة الأساسية لمباراة اليوم، لدفريكي النيجيري وكلاوديو أوليفيرا مارادونا لاعب البرازيلي. بينما كرة خطيرة، لكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. كذلك لدينا التونسي علاء الدين والأثيوبي بانوم والأردني محمد زريقات ووائل بن عثمان اللاعب التونسي. بالمقابل بالتشكيلة الأساسية لمباراة اليوم لدينا باتريك مارسيلينو وآليو آدم وموسيس وديبوتي ومحمود الأسود وناصر محمدو. هذه بتشكيلة فريق نادي زاخ مع محمد أبو حشيش. طبعا القطري طلال البلوشي. مباراة لغاية الآن التعادل بدون أهداف. رمية تماس، تنفذ الكرة، آليو، كرة بانو، تمرير الكرة، بعد ذلك وصلت والمحاولة مستمرة لكلاوديو، طالت الكرة على مارادونا إلى خارج أرضية الملعب. 4 أهداف لمارادونا. بينما هذا كلاوديو مارادونا أوليفيرا اللاعب البرازيلي الذي لديه 4 أهداف من خلال هذا الموسم. علي كاظم على التنفيذ، رمية تماس الآن أو ركلة مرمى. أي نعم، ركلة مرمى لمصلحة علي كاظم. الكرة تنفذ، تبقى المحاولة لديبوتي إلى جهة اليمين، حاولت المرور محمود الأسود، الكرة العرضية العالية، وبعد ذلك الكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب، طالت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، منتظر ستار، منتظر موسيس، عودة لمنتظر مرة أخرى، المحاولة مستمرة، الضربة الرأسية، كرة في وسط الملعب. محمد أبو حشيش يحاول من خلال هذه الكرة
يعود الى الخلف لأحمد إبراهيم. تمرير الكرة للأمام باتجاه ديبوتي، عالية الكرة، كلاوديو، صافرة، ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة على باتريك مارسيلينو. هذا محمد زريقات. محمد دلاور، كرة لا تزال في الملعب إلى رمية تماس. هنا محمد دلاور، وبالتالي الكرة فيها رمية تماس على ناصر محمدو. قرار الحكم المساعد الأول واثق مدلل. كرة لمنتظر ستار، بانو، جاتوش اللاعب الأثيوبي، الكرة تقطع، أحمد ياسين لمحمود الأسود، محمود لزاخو، عالية، خطيرة، كرة خطيرة لزاخو، مرت الكرة الماضية. محمد زريقات، عودة لموسيس، محمد أبو حشيش لمارسيلينو، أحمد إبراهيم، الكرة تنفذ للأمام ولكنها طويلة إلى خارج أرضية الملعب. أجواء جميلة ورائعة. الأجواء هذه اللي ناقصها فقط هدف، اللي ناقص المباراة فقط جول لزاخو، جول لنوروز. هذا الأمر ما يهمنا تهتز الشباك. راح تكون المباراة أجمل إذا ما اهتزت الشباك وسجل أحد الفريقين. الكرة وصلت لناصر، إبعاد، بانو، مرور ممتاز، صافرة، ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة نوروز. شوف الكرة الماضية، محمد دلاور، والكرة تنتهي بخطأ، ضربة حرة مباشرة لنوروز. الكرات الخطيرة وين الكرات الخطيرة؟ كرة لياسو، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. هنا الكابتن 8 أهداف، يبحث عن الهدف التاسع. بالمناسبة مباراة المرحلة الأولى انتهت 1-1، وسجل أحمد محمود لنوروز. أحمد محمود اللاعب المتواجد على دكة البدلاء سجل لنوروز، وسجل لزاخو الغاب أمجد عطوان. هدف التعادل من خلال تلك المباراة التي كانت في ملعب زاخو. مارسيلينو، كرة للأمام، عالية الكرة، بعد ذلك وصلت لموسيس لناصر محمدو، بعد ذلك الكرة فيها ضغط من منتظر. يا سلام، الله على منتظر، بكرة بجملة، بكرة تقطع، بعد ذلك التمريرة والمرور، كرة في وسط الملعب، لف ودوران، محمود الأسود، تقطع من نوروز، وبعد ذلك وائل بن عثمان يحاول بهذه الكرة. محمد أبو حشيش، اليو لاعب النيجيري لمارسيلينو، أحمد إبراهيم لاعب المخضرم، اللاعب اللي بكل تأكيد يعني لديه من السنوات الطويلة على مستوى الاحتراف وعلى مستوى اللعب في دورينا
وعلى مستوى المباريات التي خاضها مع منتخباتنا الوطنية. هذه تعطي أفضلية لهذا اللاعب بالحضور في مثل هكذا مواعيد كبيرة، في مثل هكذا مباريات كبيرة. هذه كرة تسدد وبعد ذلك تبقى المحاولة، تبقى لزاخو. المحاولات مستمرة عن طريق الأطراف. اليو محمد أبو حشيش، تمريرة للأمام ولكنها وصلت لهاني شاكر. كان واضح ديبوتي وهنا محمود الأسود، بينما هنا منتظر ستار. واضح في الصورة الآن هاني شاكر حارس المرمى لم يختبر لهذا اللقاء لغاية الآن، وصولا للدقيقة 20 من زمن الشوط الأول. الكرة تنفذ، لا هو ولا علي كاظم. كرة وصلت لناصر محمدو. ديبوتي بإصرار كبير يتحصل على خطأ وركلة حرة مباشرة. هذا جاتوش، بينما هنا ديبوتي لاعب 3 أهداف هذا الموسم لديبوتي، لاعب ممتاز كذلك. أحمد إبراهيم، مارسيلينو، وصلت بعد ذلك الكرة على مستوى خط الدفاع. مارسيلينو عالية من موسيس، ضربة راسية وصلت بعد ذلك والإبعاد من منتظر ستار. كرة فيها التمرير واصطدت بحكم المباراة. اسقاط كرة الآن. هذا نيدي فريكي اللاعب النيجيري، اللاعب النيجيري، بينما هنا المدرب طلال بلوشي. الكل يعلم بأنه كان قطري آخر في دورينا يقود كرة القوة الجوية، وسام رزق. بينما هنا قحطان كثير، والجماهير تعول على هذا الرجل بأن يكون فريق نوروز من خلال هذا الموسم بمركز ممتاز. حديث حكم المباراة زيد ثامر مع نيدي فريكي. مهاجم نوروز اللي كان في حديث مع أحمد إبراهيم مدافع زاخو، بينما أحمد ياسين. الكرة ترسل عالية والضربة الراسية ديبوتي من قبلها. لدينا صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نوروز. هذا صاحب طول القامة والقوة الجسمانية، بكرة مشتركة مع جاتوش بانوم اللاعب الأثيوبي، وبالتالي الخطأ لمصلحة فريق نوروز في اللقطة الماضية. هذا بانوم، وبانوم لديه هدفين من خلال هذا الموسم. الأهداف المسجلة لكلا الفريقين، نوروز سجل 35 واستقبلت شباكه 35 هدف، بينما زاخو سجل 43 واستقبلت شباكه 23. نوروز يبحث عن الهدف رقم 36 وزاخو يبحث عن الهدف رقم 44. الكرة عالية ترسل للأمام. محمد زريقات أسو خطف الكرة، تقدم فيها ولكن التمريرة خاطئة ومن قبلها صافرة، ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نوروز. الأجواء جميلة، ينقص المباراة هدف. اي نعم، ينقص المباراة هدف، ولو جاء الهدف خذ مباراة ما بعد الهدف. كيف راح تكون الأجواء فيها؟ على المدرجات راح تكون مشتعلة، في الملعب راح يكون سجال، وراح يكون هناك ضغط كبير
وراح تكون مباراة سريعة. هذه الامور ما بعد الهدف. هنا ضربة حرة غير مباشرة، ولكن الهدف لم يأتي لغاية الآن. هنا حمزة عدنان المدافع بجهة اليسار مع فريق نوروز. هنا الخطأ على حمزة، الخطأ لمصلحة محمود الأسود اللاعب المحترف بصفوف نادي زاخ. الكرة ترسل للأمام، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. مارسيلينو، كرة أمامية، ناصر محمدو لأحمد ياسين. ناصر يحاول أن يمر، هناك ضغط على ناصر، هناك ضغط على ناصر يتحصل على رمية تماس. هنا محمد دلاور يطالب برمية تماس لمصلحة فريق نوروز، ولكن الحكم المساعد الأول واثق مدلل يقول بأنه رمية التماس لمصلحة زاخو. باتريك مارسيلينو عالية باتجاه هاني شاكر، يتحصل على الكرة بثبات وبثقة كبيرة، وكذلك كانت سهلة لمصلحة حارس المرمى. هاني حارس المرمى، أمامية الكرة تبعد بضربة رأسية. تبقى المحاولة، محمد دلاون يحاول أن يمر، وبعد ذلك الكرة إلى رمية تماس لمصلحة فريق زاخ. هكذا يقول الحكم المساعد الأول واثق مدلل. وكالمعتاد محمد دلاون يعترض على قرار الحكم المساعد الأول للمرة الثانية على التوالي. شوف هذه الكرة، هذه الكرة الماضية. هنا طلال البلوشي، مباريات كرة القدم مباريات الأعصاب، خصوصا المرحلة الثانية، خصوصا إذا ما كان فريقك يمر بظروف غير مناسبة ونتائج غير جيدة في آخر المباريات. أتحدث عن زاخو اللي تنازل عن الصدارة وعاد إلى الترتيب الثالث ب 52 نقطة. الفريق الذي خسر في آخر مباراتين، الفريق الذي يحاول من خلال هذه المباراة، ولكنه أمام فريق عنيد، أمام فريق محترم، أمام فريق لديه من الأسماء الجيدة وكادر تدريب ممتاز وملعب وأجواء مميزة كذلك تعطي أفضلية لنوروز. ولكن هذا ما يمنع أن زاخو يحقق الانتصار. ننتظر ونتابع الكلمة لمن ستكون، للمستضيف أو للضيف من خلال هذا الديربي. هنا منتظر محمد زريقات، أوال بن عثمان، أسو أخذها براسه، تقدم علي كاظم وحكم المباراة بطاقة صفراء. صفراء البطاقة. قحطان يقول له حمراء، قحطان يقول له ليش مو حمراء؟ هذا السؤال. وبالتالي شوف خروج لعلي كاظم النقطة الماضية وإشهار البطاقة الصفراء والمطالبة بحمراء، ولكن يبقى القرار لحكم المباراة زيد ثامر. هذا قحطان يطالب بحمراء. هل فيها عودة للفار أو يكتفي باحتساب الخطأ والبطاقة فقط الصفراء؟ لغاية الآن هي صفراء فقط. هل يتغير الحال ويتغير الواقع بالنسبة لهذا الحكم والمدرب كما طالب وننتظر حكام الفار سجاد خالد ورضا عباس
إذا ما كان هناك استدعاء لحكم المباراة ليتابع اللقطة، ليناظر اللقطة إذا ما كان فيها يعني ربما تستحق حمراء أو صفراء. القرار يبقى لحكم المباراة، هو صاحب القرار الأول والأخير، هو صاحب القرار الأول والأخير. خلاص صفراء، يكتفي بالصفراء. وكلاوديو خطيرة الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا محمد زريقات المدافع المتقدم في الكرة الماضية. حديث علي كاظم مع حكم المباراة. ركلة مرمى الآن. هذه الكرة التي احتسب فيها الخطأ وأشهرت البطاقة الصفراء. هل كانت تستحق حمراء؟ هذا الأمر يترك لأصحاب الاختصاص وللجماهير اللي تتابع المباراة. خلوني بعيد عن هذه الأمور. كرة في وسط الملعب، أسورستم بكرة بجهة اليسار تنفذ للأمام عالية. هذه من المدافع، يخطئ بالأولى والثانية وخروج لعلي كاظم. خروج لعلي كاظم يحسم الأمر، تحسم الأمور بالنسبة لحارس المرمى. 30 دقيقة. يا من تتابع وتشاهد عبر قنوات الوطن شبكة الإعلام العراقي أينما كنتم، الجولة 29 من دورينا، دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. التعادل بدون أهداف هنا في السليمانية، هنا في ملعب نوروز، هنا في ديربي من ديربيات شمالنا العزيز، هنا من كردستان العراق الحبيب. التعادل بدون أهداف لغاية الآن. على رعد، على التنفيذ، الكرة تنفذ، بعد ذلك تبقى لها محاولة. أسو تمرير الكرة وصلت لمحمد دلاور. محمد يحاول، مرر الكرة هذه سريعة باتجاه بانوم ولكن مارسيلينو ابعاد الى رمية التماس. تبقى المحاولة، تمرير للكرة لمنتظر ولكنها طويلة الى خارج ارضية الملعب الى ركلة مرمى لمصلحة فريق زاخو. زاخو بال 15 انتصار والسبعة تعادلات و6 خسائر للفريق، بينما نوروز ب9 انتصارات و8 تعادلات و11 خسارة. هذه الأرقام ليس لها معنى في مثل هكذا مباريات. الأرقام والأسماء والمراكز والنقاط ليس لها معنى في مثل هكذا مباريات وفي الديربيات. اي نعم. ضربة حرة مباشرة وصلت لمارسيلينو. احمد ابراهيم، محمد ابو حشيش، الكرة الى خارج ارضية الملعب، طالت على ابو حشيش الى ركلة مرمى. هنا احمد ياسين، هذا اسم من الاسماء التي يعتمد عليها المدرب. هناك بعض الاسماء يعتمد عليها المدرب. من جانب نادي زاخو تتحدث عن ناصر محمدو، احمد ياسين، ديبوتي ومحمود الاسود، لاعبين الذين يمتلكون النزعة الهجومية. وبالمقابل
اعتماد من جهة فريق نوروز على بانو وعلاء الدين الدريدي. خروج لعلي كاظم ابعد الكرة، وكذلك اعتماد على اوليفيرا، كلاوديو اوليفيرا. مارادونا واعتماد على الكابتن اسوريستا. هذه الكرة التي كان فيها خروج موفق لحارس المرمى علي كاظم ابعد الكرة الماضية. برافو، التغطية كانت ممتازة من امام مارادونا. رمية تماس محمد دلاور على التنفيذ. هنا ندفريكي، رمية التماس تنفذ، الكرة داخل منطقة الجزاء، وصلت لحارس المرمى علي كاظم. لم يتابع الكرة لاعب من لاعبي فريق نوروز. طلال بنظرات وترقب للمباراة والشوط الأول، بينما وائل بن عثمان استخلاص ممتاز. ديبوتي بفرصة، ديبوتي بفرصة كانت خطيرة لمصلحة زاخو. لم الكرة، لم الكرة، لم الكرة، لم الكرة، استخلاص ممتاز، وتابع. شوف الإصرار الكبير. الله 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 على ديبوتي، سدد الكرة ولكنها علت العارضة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. هذه كانت خطيرة لمصلحة زاخو. موسيس، وائل بن عثمان، كرة للأمام في وسط الملعب، بعد ذلك إلى رمية تماس. هنا اليو آدم، لاعب النيجيري، لاعب خط المنتصف، لاعب خط الوسط لفريق زاخو. كرة فيها عودة لوائل بن عثمان، جهة اليسار. اسو، مرور ممتاز، انطلاقة سريعة من اسو، الكرة بعد ذلك لحمزة عدان. حمزة، والكرة العرضية اصطدت وتحولت الى تماس، ولكن مجهود كبير من قبل اسو رستم في اللقطة الماضية. هنا الكابتن احمد ابراهيم، وهنا حكم المباراة زيد تامر. هل بات الهدف قريب؟ قرب الهدف، قرب الهدف في اجواء وفي امسيه جميله. كره داخل منطقه الجزاء، انطلاقه سريعه، ديبوتي انطلق، ديبوتي ولكن تفتح من وائل. هذه المره وائل في التمام والكمال لكي تقطع الكره من امام ديبوتي، وللمره الثانيه. الاولى مر فيها ديبوتي، ولكن الثانيه ما مر فيها ديبوتي. التغطية كانت ممتازة من قبل اللاعب التونسي وائل بن عثمان. شوف هذه التغطية، هذه التغطية من وائل، بينما الكرة في وسط الملعب لمصلحة نوروز. وائل أمامية الكرة، مارادونا، 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 كلاوديو مارادونا، ابن السامبا، ابن السامبا ضيع الكرة الماضية، ولكنه انطلق صح، انطلق صح وسدد صح. الكرة كانت قريبة وكانت خطيرة، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف سدد الكرة واصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى في القائم الأيسر من الخارج، في القائم الأيسر من الخارج. كرة مارادونا بالسلامة لهاني شاكر. الله
الله على هذه الأجواء الجميلة، الله على هذه الصورة المعبرة، الله على جماهيرنا العراقية الوفية في كل مكان، في شمال العراق، في جنوب العراق، في بغداد، في باقي المحافظات، الكبار الصغار، الجنس اللطيف، الكل يحضر على المدرجات، يتابع مباريات كرة قدم، يتابع دورينا دوري نجوم العراق والرايات والأحلام والأهازيج والدبكات، كل هذه الأمور على المدرجات أصفق لها وأرفع لها القبعة. اي والله على العين والراس، على العين والراس. مثل هكذا جماهير عندما تحضر إلى المدرجات إلى ملاعبنا، الكل يعلم بأنه هذا الموسم والمواسم الأخيرة أندية شمالنا العزيز وبحضور ملفت للنظر. إذا ما تحدثنا عن زاخو، إذا ما تحدثنا عن دهوك، إذا ما تحدثنا عن نوروز، وكذلك أربيل بحضوره على مدرجاته عندما تقام المباريات على ملعبه. هذه وحدة 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 حلوة حلوة. أيوة 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 حلوة 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 لهذه الجماهير، حلوة لهذه الجماهير. جمال كرة القدم يكتمل بحضور الجماهير. كرة أمامية، مرت الكرة وفيها إبعاد إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. هاني شاكر حارس المرمى، بينما حكم المباراة شوف التغطية الكرة الماضية محمد زريقات بتغطية كانت ممتازة من أمام محمود الأسود الأردني أمام السوري. رمية تماس الآن، رمية تماس. هدوا يا شباب، هدوا هدوا يا شباب، هدوا يا شباب. شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ وجعل الأمور تشتد. هذه أراد أن يعطيك الكرة. لا 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 يا علا، لا لا يا علا، هذا الجميل، هذا الصغير جانب الكرات. على كل حال، على كل حال خلوها تعدي. هنا شوف الاعتذار الجميل، حلوة، برافو 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 لعلاء، برافو لعلاء، يعتذر ويقبل ويقبله ويقبله. نعم هكذا كانت الصورة، هذه الصورة أجمل، هذه الصورة أجمل، صورة الاعتذار وصورة القبل بكل تأكيد. مباراة مستمرة ولكن الأجواء جميلة، الأجواء رائعة، الأجواء لا بل هي أكثر من ذلك. أتحدث عن الأمسية وأتحدث عن الملعب وأتحدث عن الجماهير. مباراة فيها تفاعل كبير، ولكن ما ينقص المباراة هدف. هذه النتيجة اللي يا أخي لا أطيق هذه النتيجة، التعادل بدون أهداف بكرة القدم بكل تأكيد. يعني الأهداف بكرة القدم وهي ملح كرة القدم. دقيقتان الوقت المتبقي عدا الوقت المضاف في الشوط الأول، ولدينا حمزة عدنان. هاني شاكر، الكرة تنفذ للأمام حاليا، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب.
احمد ابراهيم، تمرير الكرة وصلت لديبوتي، تقطع صافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق زاخو. شوف ديبوتي بكرة بينه وبين اسو رستم، والكرة فيها خطأ، ضربة حرة مباشرة الدقيقة الأخيرة، وبعدها سنلعب في الوقت المضاف. الملعب ممتلئ تماما، حضور جماهيري غفير على المدرجات. تبقى الكرة زاخولية عالية، اصطدت احمد ابراهيم لاحمد ياسين، لاحمد ابراهيم، الكرة تنفذ، وصلت لديبوتي، خطيرة لزاخو، موسيس لو سدت الكرة واصطدت، وبعد ذلك وصلت لهاني شاكر. حلوة المحاولة كانت لزاخو، نقلات من اليمين الى اليسار، وبعد ذلك وصلت لموسيس اللي سدد الكرة ووصلت لحارس المرمى. دقيقة واحدة كوقت مضاف للشوط الأول، وننتظر شوط ثاني مغايرا بكل شيء، نتمناه أن يكون مغايرا بكل شيء. هذا السوء، ركلة مرمى لمصلحة علي كاظم. علي، الكرة عالية، محمد زريقات، موسيس، ديبوتي، تبقى الكرة وتبقى المحاولة. محمد ابو حشيش، ولدينا صافرة وخطأ، او هنا الصافرة تأتي لنهاية الشوط الأول للتعادل بدون أهداف في ديربي من ديربيات شمالنا العزيز ما بين نوروز وزاخو، ينتهي بدون أهداف. نتمنى أن يكون الشوط الثاني مغايرا عن الشوط الأول، نتمنى أن يكون الشوط الثاني شوط الأهداف، هذا ما نتمناه. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء. خامس مباراة على التوالي يحصلون فيها نقاط، يعني شيء جميل وعدم الخسارة، لكن ما زال هنا الكرة الخطيرة والإبعاد، والكرة الخطيرة، جول الكابتن وليد كريم يسجل أول أهداف اللقاء في الوقت القاتل، يسجل في مرمى ديالا. أتحدث عن عدم خسارة نادي ديالا للمباراة الخامسة على التوالي، لكن وليد كريم يستغل الهفوة في دفاعات نادي ديالا ويسجل هدف في الدقيقة الأخيرة من أحداث هذا اللقاء قبل نهاية 90 دقيقة بثواني. شاهد الكرة 1-2 ما بين عمار غالب واللاعب أحمد خالد
الذي لعب الكرة والإبعاد لم يكن بالصورة الصحيحة من علي خالد، واستغل هذه الأفواه وليد كريم وصوب بزاوية صعبة في مرمى الحارس وسام محمد الذي لم يستطيع فعل أي شيء أمام هذه الكرة التي شاهدها كيف تسكن شباكه، ووليد كريم يسجل هدف قاتل، هدف غالي، هدف العودة إلى سكة الانتصارات لنادي النفط. تلعب الكرة العالية من علي ياسين، الرأسية وصلت لرضا فاضل، رضا فاضل، هل يمر رضا فاضل من أمام علي خالد؟ والكرة الخطيرة ما زالت مصعد نادي النفط، وتأتي الكرة تصويبه، جول، خلاص ستار ياسين يصادق على الثلاث نقاط، يصادق على الانتصار، يصادق على فوز نادي النفط على نادي ديالا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب كبدل ضائع. يسجل نادي النفط ثاني أهدافه عن طريق ستار ياسين الذي أيضا صوب كرة قوية جدا، سكن الشباك البرتقالي، سكن الشباك ديالا، ديالا ينهار في الدقائق الأخيرة، ديالا يستقبل هدفين في غضون 4 دقائق، مرة أولى عن طريق اللاعب نعم عن طريق اللاعب وليد كريم، ومرة ثانية عن طريق اللاعب ستار ياسين. شاهد رضا فاضل كيف مر من أمام علي خالد الذي أيضا أخطأ في هذا الهدف، وعمار غالب هي الكرة، ستار ياسين تصويبة قوية صعبة جدا على وسام محمد حارس المرمى، وهدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة نادي النفط، وديالا يعاني في الوقت القاتل، في الوقت المضاف. شاهد هذا الهدف، وايضا قوه جويه دخل بنفس الاسماء بوجود محمد رحيم، رسلان حنون، زيد تحسين، مصطفى وليد، هذا ميسوكي. عمليه الهجوم الان لصالح هذه القوه الجويه على مرمى الزوراء، البدايه في الشوط الثاني، هذا ميسوكي يحاول ان يتلاعب بدفاعات الزوراء. الله، اضرب من الخيال ميسوكي الكاميروني، الاسد الكاميروني يسجل للقوه الجويه. اي بدايه، اي اثاره من الشوط الثاني، اي لحظات في بدايه الشوط الثاني. الكاميروني ميسوكي بعدما تلاعب بدفاعات الزوراء يضع كره في مرمى الزوراء ليعلن عن افتتاح التسجيل. اذا هدف اول لفريق نادي قوه جويه في مرمى الزوراء، وقد تكون هناك عوده الى الفار. اذا ميسوكي الكاميروني يسجل لفريق القوه الجويه، وتنطلق القمه مع البدايه للشوط الثاني لصالح الصقور على حساب النوارس. هدف 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 للقوه الجويه يشعل الاجواء في هذا اللقاء، في هذا الكلاسيكو. لاحظ ينطلق الكاميروني، الاسد الكاميروني يمر من دفاعات الزوراء، مر من مصطفى ناظم، مر بهذه الطريقه وتلاعب مصطفى ناظم وسدد على المرمى على يمين جلال حسن ليعلن فريق القوه الجويه عن افتتاح التسجيل في بدايه الشوط الثاني في مرمى الزوراء. مع فريق القوه الجويه ركله حره الان داخل منطقه الجزاء. الله 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 الله، مراد 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 محمد البديل لفريق الزوراء. الله 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 الله، عادت النوارس، علقت النوارس، علقت النوارس بعدما حلقت الصقور في البدايه للشوط الثاني. تحلق الان النوارس من خلال هذه اللحظات بهدف تعادل مراد. مراد يساهم في حاله الطرد زيد تحسين ويسجل هدف التعادل براسيه يضعها في مرمى القوه الجويه. عادت النوارس، حلقت النوارس، عدلت النوارس الان في مرمى القوه الجويه. لاحظ الاعاده، لاحظ اللقطه، لاحظ التمريره، لاحظ الارتقاء.
يا جمالك يا جمالك، يا هدف جميل لفريق الجوراء في مرمى القوة الجوية. الله 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 على النوارس، الله على النوارس. انا قلت ان حالة الطرد راح تكون مؤثرة لفريق القوة الجوية، حالة الطرد لفريق القوة الجوية. بعد حالة الطرد لجيش تحسين الجوراء يستغل النقص العددي ويرتقي اللاعب مراد محمد ويضع على حارس المرمى محمد رحيم، يسجل هدف التعادل لفريق الجوراء. لفريق الجوراء بأمان وسلام ما بين الجوراء والقوة الجوية. مرور للمنذر العلوي. الجوراء من دقائق وقت محتسب بدل الضاع، 8 دقائق قد ستكون كافية للجوراء لتسجيل هدف ثاني. الله على الجمال، أغرب من الخيال. يسجل المنذر العلوي، المنذر العلوي يسجل هدف ثاني. الجوراء وقلب الطاولة على الصخور، النوارس وقلب الطاولة على الصخور بهدف ثاني. الله على الفرحة لجماهير الجوراء، للاعبي الجوراء. الله على المنذر العلوي، الله على بدلاء الجوراء، الله على مراد محمد، الله على المنذر العلوي. صاروخ في مرمى القوة الجوية. هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة. صعبة يا عبادي، صعبة صعبة يا عبادي، صعبة 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 صعبة. الله 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 على المنذر العلوي. أي بدلاء أشركت يا حيدر عبيد، أي بدلاء وضعتهم في الشوط الثاني يا حيدر عبيد، أي بدلاء جاءوا بالفرحة لجماهيرك يا حيدر عبيد. الله على المنذر العلوي، الله يا العلوي، الله يا منذر العلوي يسجل هدف ثاني. العماني ينشر الفرحة، ينشر الحلوى ومشهور الحلوى العمانية. سيدريك شيركو قريبة جدا، قطع من مينا، سيف محاولة، علي قريب، وهدف هدف 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 لأربيل عن طريق شيركو كريم. هدف 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 للإمبراطور، هدف لأولير بأخطاء دفاعية واضحة. أربيل يسجل عن طريق شيركو كريم صاحب الرقم 7 يصل إلى هدف الثامن بدون. لاحظ الإرباك في الدفاعات، أخطأ هنا علي حسن أمام لاعب خبرة، أمام لاعب مميز. شيركو كريم يفتتح التسجيل لأربيل بهدف جميل. لاحظ الإرباك والفوضى، وهدف هدف هدف أول لأربيل. هي مباراة مقفلة تماما، ومباراة تعتقد الهدف الوحيد. الاسلوبي منتصف الملعب ونقل للحارس حاتم، الحارس حاتم عدى بهذه الكرة من الحارس، المرور المرور. هذا هو الحارس حاتم. نعم، حاتم بكرمه، حاتم بأداء. هذا هو الكريم أمام النار أيمن الحكيم. يا ترى ماذا قال أيمن الحكيم للحارس حاتم ليكون كريما بهذا الأداء وبهذا المرور؟ شاهد التمريرة من إليسو، أعطى كرة على طبق من ذهب، وبهكذا مكان عندما تكون تحت أقدام الحارس حاتم هو الخطير بكل شيء، بكل تفاصيله، بأداءه، بمرونته، بمهارته، بلمسه. رسام وضعها في الزاوية البعيدة على الحارس، ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي القاسم. الحارس حاتم يسجل أول أهداف المباراة، فيها أمل بأن تعود لكتيبة عبد الجبار بهدف، ويونس على التنفيذ بتصويبه. الله، هدف
هدف التعادل اصفر للشرقيون ويونس غني. نعم يا يونس غني يعدل نتيجة المباراة لنادي الشرق بتصويب عادة العمل بهذه التصويبة الرائعة يعطي هدف التعادل. اصطدت بأقدام المدافعين. نعم بهذه الكرة هي اصطدت بقدم المهاجم سيف رشيد الذي كان يريد أن يكون سدا مريحا ولكن انحدر أمام تصويبة اللاعب يونس غني. 0-0 لغاية الآن. إلا إذا هدف قاتل، إلا إذا هدف ينهي من خلاله المباراة. مصطفى رابي نور الله جول. قاتل هدف قاتل في الثواني الأخيرة. نور المصطفى لكربلاء. هدف قاتل لكربلاء في اللحظات الأخيرة. في مباراة مع وجود الصافرة. تحدثنا على أنه ربما تأتي الصافرة ولكنه مصطفى راضي. هيا الكرة لنوريو. الله على كربلاء وما يفعله كربلاء في اللحظات الأخيرة، في الأنفاس الأخيرة. نور المصطفى والجرمة لا يشد صائب عالية. خطر ريتشارد برأسية بعد خياط طويل 354 دقيقة من المباريات، تقريبا نصف المباراة. سجل لغتي ريتشارد كاجا برأسية. الجرمة برأسية يفطر على مائدة الطلاب بعد غياب طويل. ريتشارد الأغني برأسية على يسار الطالب. الجرمة يسجل برأسية عن طريق الأغني ريتشارد. أول للجرمة صفحة خلط. هذه الكرة خطيرة جول. هدف ماسوفا سايمون ماسوفا للأنيق للطلبة يعدل. سجل في بغداد سايمون ماسوفا ويسجل الآن في الرمادي. هدف التعديل للأنيق. حلوة يا مسا يحيي الجماهير. الأنيق يعدل. الله يعني طريقة أخذ الكرة. شوف راح بيها محمد علي وعدل ماسوفا. سايمون ماسوفا يعدل. حاول دوحي لكن كرة السباق. شوف المرور سلام بمرور بهدف عن طريق التنزاني ماسوفا يصل إلى هدف التاسع بدورنا.
أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية وقنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني للقاء لحساب الجولة 29 من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025 نوروز وزاخو. تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل بدون أهداف. هنا بداية الشوط الثاني، وبداية الشوط الثاني انطلاقة سريعة لنوروز يبتدي بنفس الأسماء، لا توجد تغييرات لكلا المدربين وللفريقين. بداية الشوط الثاني بكل تأكيد نوروز صاحب الترتيب الثالث عشر ب 35 نقطة، القادم بالتعادل أمام الكرخ بهدفين مقابل هدفين، وزاخو صاحب الترتيب الثالث ب 52 نقطة، قادم من خسارة أمام نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء. هذا هو الترتيب لكلا الفريقين. مباراة المرحلة الأولى التعادل بهدف مقابل هدف. هنا المرحلة الثانية، شوف هذه علاء رعد المدافع مع حارس المرمى في الاشتراك الأخير، وبالتالي اسقاط كرة حمزة عدنان. الكرة وصلت لموسيس محمود الأسود بانام، أو هذا نيدي فريكي. كرة بعد ذلك تبعد إلى خارج أرضية الملعب، كرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، كرة وصلت لأحمد إبراهيم، أحمد لعلي كاظم، علي لأحمد إبراهيم، تمرير الكرة مارسيلينو، هجوم لمصلحة نوروز يبدأ عن طريق علاء الدين، تقطع الكرة وصلت لأحمد ياسين، يحاول أحمد ياسين سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف كرة أحمد ياسين، الكرة الماضية، وبالتالي هذا التهديد الأول من خلال الشوط الثاني بالنسبة لفريق زاخو. كرة فيها عودة مارسيلينو على رعد، جهة اليمين، محاولة مستمرة، بحث عن زميل، يعود إلى موسيس بعد ذلك التمرير. الكرة مقطوعة الآن، فيها إبعاد، الكرة اصطدت، وصلت لبانام، تمرير كلاديو، استخلاص ممتاز، مرور. بعد ذلك الكرة وصلت لمحمد دلاور يحاول، وحكم المباراة ولمسة يد صافرة، ولدينا خطأ ركلة حرة مباشرة لمصلحة نوروز. خطأ على ناصر محمدون. شوف محمد دلاور في الكرة الماضية، ضربة حرة مباشرة. حمزة عدنان على التنفيذ، حمزة، كرات الثابتة ممكن أن تغير من واقع المباراة. الكرة تنفذ عالية، الضربة رأسية ولكنها تبعد إلى الخارج. حمزة عدنان لاعب الذي مثل أندية الكرخ اللي كان نادي قبل النجف، القوة الجوية،
طلب ركنية الآن لمصلحة نوروز. تنفذ الكرة خطيرة، ضربة أخيرة ولكنها مرت التسديدة الماضية، مرت الكرة الماضية من محمد زريقات. هذا محمد زريقات المدافع المتقدم بالكرة الماضية، محمد زريقات. وبالتالي شوف الكرة، شوف الإعادة والتسديدة، مرت الكرة. لاعب القادم من الدور العماني، قبلها كان بالفيصلي، كذلك لعب لنجران، الرمثة، نادي الحد، والحسين أربد والعربي، أندية عديدة مثلها هذا اللاعب. لاعب خبرة محمد زريقات المحترف الأردني مع فريق نوروز. بينما هنا الكرة محمد دلاور، محمد أبو حشيش، مقطوعة الكرة ولدينا صافرة وخطأ، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء أعتقد للاعب نادي فريقي. اي نعم، لنادي فريقي. هذه البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، الأولى كانت لعلي كامو، وهذه الثانية في المباراة هذه المرة لنادي فريقي. اللاعب الذي مثل في دورينا، كذلك أندية النفط، قوة جوية، كرة تنفذ عالية، موسيس بضربة رأسية ولكنها مرت إلى الخارج، إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق نوروز. مباراة مستمرة بالتعادل بدون أهداف لغاية الآن. حمزة عدنان، آسو رستم، آسو بالتمريرة، هذه خطيرة والتسديدة من مسافة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى نادي فريقي. حاول وسدد، بينما هنا علاء الدين، شوف التسديدة التي كانت من قبل نادي فريقي مرت إلى ركلة مرمى. مباراة مستمرة بالتعادل بدون أهداف، والمباراة التي تقام كذلك بنفس التوقيت. تحدث عن مباراة الشرطة والزوراء، مباراة الشرطة والزوراء بكل تأكيد مباراة كذلك مهمة يستمر فيها التعادل بدون أهداف. ولكن من مباريات اليوم فوز الميناء على نفط البصرة، هذه كرة فيها إبعاد من قبل حارس المرمى بالمرة الأولى والثانية، الكرة العرضية اصطدت وتحولت إلى ركنية. موسيس، تعادل كذلك فريق كربلاء ونادي القاسم ب3 أهداف لكل فريق في مباراة فيها 6 أهداف بكل تأكيد، يعني مباراة كبيرة. الكرة أمامية. بقية النتائج مباريات يوم أمس: فوز ديالى على نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء، النفط والطلبة التعادل بدون أهداف، فوز القوة الجوية ب3 أهداف مقابل لا شيء لفريق النجف، والقوة الجوية الصقور الذي يعود ربما الفريق الذي يعاني من خلال هذا الموسم، ولكنه الآن يعود من خلال هذه المباراة عبر بوابة نادي النجف. هنا جاتوش بانوم، بينما هنا حمزة عدنان، الكرة بركلة مرمى تنفذ عالية، الضربة الرأسية.
المباريات المتبقية لهذه الجولة. هناك كذلك مباريات متبقية، مباراة الحدود والكرخ، كرمة وأربيل، الكهرباء ودهوك، آخر مباريات هذه الجولة. اليوم أحمد إبراهيم لمحمود الأسود، أحمد ياسين، الكرة اصطدت وتحولت إلى ضربة ركنية. التعادل اللي هناك والتعادل اللي هنا لغاية الآن يبقى الترتيب على ما هو عليه، ولكن الشرطة يصل للنقطة رقم 60 في حال التعادل، الزوراء يصل للنقطة رقم 59 في حال التعادل، زاخو يصل للنقطة رقم 53 في حال التعادل، ونوروز يصل للنقطة رقم 36. إلا إذا ربما تتغير معطيات المباريات وتتغير نتائج المباراتين وتحضر الأهداف عالية، الكرة تحضر الأهداف. لا حتى في هذه الكرة يا أحمد إبراهيم، حتى في هذه الكرة يا أحمد إبراهيم المدافع المتقدم بكرة بالرأس، ولكنها وصلت لحارس المرمى، وصلت لحارس المرمى ليبقى التعادل بدون أهداف من خلال هذه المباراة وهذا اللقاء لغاية الآن. ولكن مثل هكذا مباريات ما تنتهي بالتعادل، لا، ما راح تنتهي بالتعادل. رمي التماس، محمد أبو حشيش، ربما لدينا تغيير أو ماذا لدينا؟ حكم المباراة زيد ثامر يتحدث بطبيعة الحال، يتحدث مع مشرف المباراة. أكرم قيم الحكام حسين تركي، حكم الدولي السابق، واحد من الحكام المميزين، الحكام الرائع. كرة تنفذ للأمام، مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. هذا أحمد ياسين لم يظهر لنا من خلال هذه المباراة على مستوى التسجيل، لا هو ولا كذلك محمود الأسود ولا ناصر محمد. بالمقابل لا أسو ولا مارادونا، كلاوديو أوليفيرا. ننتظر ونتابع. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى تماس، هذا جيبوتي. هنا منتظر ستار، رمي التماس، الكرة تنفذ. أحمد إبراهيم، هل تكون المباراة الثالثة على التوالي لزاخو وعدم الانتصار؟ زاخو آخر فوز طبعا خارج ملعبه، كان في الجولة 18 على الحدود في بغداد 3-1. أتحدث عن الانتصارات لزاخو اللي خارج ملعبه، كان آخر انتصار في الجولة 18 في المرحلة الأولى، وكان على الحدود 3-1 في بغداد. بالسلامة لمحمد دلاوم،
رمية تماس او خطأ لزاخو. الكرة تنفذ، فيها عودة لأحمد إبراهيم. أحمد أمامية الكرة، ديبوتي خطيرة خطيرة، ديبوتي الكرة مرت، حمزة حتى أمامية الكرة، أسو رستم يحاول يمرر، كلاوديو يحاول، كلاوديو سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. التسديدة تأتي من مارادونا، سدد الكرة، شوف هيئ الكرة، فتح زاوية للتسديد ومن ثم سدد. الكرة كانت عالية بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. شوف الغضب الواضح من قبل طلال البنوشي. عالية الكرة، محمد زريقات كرة أمامية. كرة القدم لا تحترف بالملعب ولا غيرها بكل تأكيد، يعني الكل يعلم بأنه مباريات كرة القدم تلعب على أرضك، تلعب خارج أرضك، الطموح واحد هو الانتصار وجلب النقاط الثلاث، خصوصا إذا ما كانت المباريات في المرحلة الثانية في الجولات الأخيرة. يوم نصل للجولة 29، يعني باقي فقط يادو 9 جولات على نهاية دوري نجوم العراق. في المباريات الرسمية للجولات عدا المباريات المؤجلة، الشرطة لديه مباراة مؤجلة، وفريق الذوق عدة مباريات مؤجلة على ما أعتقد 5 أو 6 مباريات لفريق الذوق، مباريات مؤجلة. كلاوديو مارادونا، هنا الخطأ على جاتوش بانوم اللاعب الأثيوبي، خطأ لمارسيلينو، ضربة حرة مباشرة لمصلحة زاخو، على اعتبار انه في المباراة الماضية زاخو تلقى الخسارة على ملعبه امام نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء، وفي هذه الجولة نفط ميسان على ملعبه تلقى الخسارة امام فريق الديالة، فريق المجتهد. هكذا كرة القدم لا تحترف بالملعب ولا بالاسماء ولا بالارقام ولا في الترتيب ولا في الغيابات ولا في غيرها خلاص الامور يقول لك كرة القدم تعطي لمن يعطيها. من اللي راح يعطي من خلال هذه المباراة حتى تعطيه كرة القدم، حتى تهديه كرة القدم نقاط، حتى تفضله كرة القدم، حتى تجعل مبتسما كرة القدم، حتى تسعد أنصار كرة القدم. من صاحب الحظ الجميل لهذه الأمسية ولهذه المباراة؟ كرة ملعوبة الآن صافرة، ولدينا خطأ على موسيس، خطأ على البرازيلي، غياب مروان وغياب أمجد عطوان، غيابات مؤثرة على ما أعتقد. نعم نشاهد هناك بعض الأماكن عندما تشغل ببعض الأسماء وتكون هذه الأسماء غائبة، تشاهد هناك فراغ في هذه الأماكن، تشاهد بأن هناك فراغ في هذه الأماكن. مروان يغيب ومكان خالي، بالمقابل أمجد عطوان يغيب ومكان خالي.
هذه ابرز الغيابات وابرز الاسماء اللي تغيب عن هذا الديربي. بينما هنا الكرة والضربة الحرة المباشرة لمصلحة حمزة عدنان. هل الكرات الثابتة تغير؟ هل الكرات الثابتة تعطي أفضلية وتعطي تقدم؟ هل الكرات الثابتة تسجل فيها الأهداف؟ ومن خلال هذه الكرة عالية بعيدة، لا هي على المرمى ولا هي على رؤوس اللاعبين، لا هي تسديدة ولا هي بكرة عرضية. والصورة واضحة ومعبرة من قبل الرجل اللي كان واضح في الصورة، قحطان كثير. على كل حال هو حمزة بكل تأكيد يعني النوايا كانت على انه يرسل الكرة تشكل خطورة على مرمى الحارس علي كاظم، ولكن ليس كل الكرات تأتي كما يريدها اللاعب بكل تأكيد. الكرة تبعد الى خارج ارضية الملعب، تحولت الى تماس. رمية تماس، تنفذ الكرة، خطيرة داخل منطقة الجزاء، التسديدة تأتي، المتابعة تأتي، المرور يأتي، المتابعة مرة أخرى، إبعاد للكرة، وصلت لآليو آدم، عالية خطيرة، إبعاد للكرة، موسيس، مارسيلينو، كرة أمامية. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب والهجوم لزاخو، واللاعب من زاخو يجب إخراج الكرة. يا أخي طلع الكرة يا حلا، خلينا نشوف اللاعب، لاعب مصاب، خلونا نشوف اللاعب، نطمئن على سلامة اللاعب، سلامة اللاعب أولا وأخيرا، وهذا الأمر يهمنا بكل تأكيد. يعني لاعب ربما هناك إصابة، ربما هناك نزف، ربما هناك يعني شيء إلى آخره، نطمئن على سلامة اللاعب، بعد ذلك تستكمل المباراة على وقت يضاف إذا ما توقفت المباراة. خلاص الآن اطمئنين على سلامة اللاعب ونهض اللاعب وعاد. هذا كلاوديو مارادونا، ركلة مرمى، آسو كابتن المهاجم الصريح اللي لم يظهر من خلال هذه المباراة على مستوى التسجيل، وهو قد ظهر سابقا ب8 أهداف. لاعب اللي كان بتجربة احترافية في الكويت، لاعب اللي كذلك لعب لنادي الشرطة. والكرة والمحاولة مستمرة تبقى لزاخو، آليو مرر الكرة، وصلت لحارس المرمى هاني شاكر. في بعض المباريات لكرة القدم شاهد المباراة فيها أهداف ولكن ما فيها أجواء جميلة، ما فيها صورة جميلة. تتحدث عن الأمسية، تتحدث عن الأجواء، تتحدث عن المدرج. هذه في بعض المباريات ما تكون حاضرة ولكن تكون حاضرة للأهداف. هذه المباراة الأجواء فيها جميلة، تفاعل فيها كبير، مدرج ممتلئ تماما، حضور جماهيري لكلا الطرفين، مشجعي نادي نوروز وكذلك نادي زاخو. ملعب المباراة ملعب جميل، تقام المباراة في توقيت مناسب جدا لخوض كرة القدم. كل هذه الأمور جميلة ولكن الأهداف لم تحضر.
هذه الصورة ما تكمل، ها الصورة ما تكمل. احمد ياسين بكرة، هنا التسديدة من ناصر، الكرة اصطدت، تبقى آلية لناصر، ناصر محمدو، الكرة العرضية، هاني شاكر ابعد الكرة الى خارج ارضية الملعب، تحولت الى ركلة ركنية. ركنية الان، شوف الكرة اصطدت بحمزة، وبعد ذلك الكرة تحولت مبدأ السلام والامان قبل حارس المرمى هاني شاكر اللي ابعد الكرة، وحسرات طلال. سبعين دقيقة، التعادل بدون اهداف لغاية الان. احمد ياسين، الكرة تنفذ عالية، ابعاد من آسو، هنا علاء الدين البريدي التونسي بكرة، فقد توازن كلاديو في اللقطة الماضية، تعود لديبوتي، تمرير الكرة لمحمود الأسود، حمزة حدان، الكرة فيها صافرة وفيها خطأ. شوف الغائبون عن هذه المباراة، يعني مروان ب 14 هدف وأمجد عطوان ب 13 هدف. يقول لك لاعب ممكن ما يأثر، لا والله يأثر. إذا كان لاعب من طراز عالي، وإذا ما كان لاعب مثالي ولاعب يجيد صناعة الأهداف ويسجل الأهداف ويصنع الفارق، لا هذا مؤثر. بينما مارادونا، كلاوديو مارادونا، كلاوديو مارادونا سدد الكرة، ولكن علي كاظم في المكان المناسب، علي كاظم في المكان المناسب، ابعد الكرة الماضية. شوف كلاوديو اللي سدد الكرة، وبعد ذلك حارس المرمى ابعد الكرة الماضية. اي نعم، ابعد كرة كانت خطيرة لمصلحة نوروز. الهجوم مرتد من كرة من حالة انفراد، مع انه كانت مضايقة من المدافع مارسيلينو. كرة تستأنف المباراة، روبانيتي، رمية التماس تنفذ عالية، آسو، محمود الأسود، علاء الدين، الكرة بضربة رأسية، وصلت لحمزة عدنان، إبعاد مباشر، تترك إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. هذا جوستافو هداف الفريق ب 16 هدف، اللي كان على دكة البدلاء. لم يشرك طلال من خلال هذه المباراة كلاعب أساسي. ابن السامبا البرازيلي الهداف ب 16 هدف سيشارك الآن. هل سيقلب الموازين؟ هل ستكون الأمور مغايرة بدخولك يا جوستافو؟ وكذلك بالمقابل لدينا أحمد خالد سيشارك الآن. من غادر؟ محمود الأسود إذن يغادر، والبديل جوستافو. يخرج صاحب هدفين ويشارك صاحب 16 هدف، لاعب من أنصاف الفرص يسجل. هذه الكرة التي طالب فيها ديبوتي بخطأ، وحكم
لكن المباراة عندما تحدث مع حكام الفار خلص كانت الامور ما فيها شيء، وحكام الفار سجاد خالد ورضا عباس اعطوا القرار لحكم المباراة باستكمال المباراة. احمد خالد يشارك الان بديلا منتظر ستان، مدافع بمدافع. عالية الكرة، ابعاد بضربة راسية من احمد خالد مع الكرة الاولى. ربع ساعة الوقت المتبقي. محمد ابو حشيش. لقاءات الفريقين طبعا في الدوري 7 لقاءات، 3 انتصارات لنوروز و3 انتصارات لزاخو. التعادل حضر مرة واحدة بتاريخ لقاءات الفريقين ال7 لقاءات، وكان في المرحلة الأولى لهذا الموسم. أول لقاء جمع الفريقين موسم 21-22 فوز زاخو بهدفين مقابل هدف واحد، والمرحلة الثانية فوز نوروز بهدف مقابل لا شيء عن طريق حسين إبراهيم في ملعب السليمانية. لدينا موسم 22-23 نوروز وفوز بهدفين مقابل لا شيء. كرة لزاخو، مطالبة بركلة جزاء. غوستافو يطالب حكم المباراة بركلة جزاء، وحكم المباراة سيف ثامر أشار لاستمرار اللعب. طلال كذلك يطالب. شوف هذه الكرة، هذه الكرة وهذا التدخل، يعني حتى لو كان فيها اعتقد خارج منطقة الجزاء، يعني من هذه الزاوية، ربما من زاوية ثانية تبين لنا بأن الكرة خارج منطقة الجزاء. السقوط ربما تكون داخل منطقة الجزاء. أنا أشاهد اللقطة احنا من زاوية بعيدة، ربما عندما تكون الزاوية مغايرة أقرب زاوية أفضل لحكام الفار سيرى الحالة أفضل مني. حكم المباراة يقول له نو بنالتي. كلاوديو يحاول الكرة العرضية ولكنها اصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. قرار حكم المباراة على أن الكرة ما فيها شيء، ما فيها لا خطأ ولا ركلة جزاء. رمية تماس، دقائق اللي راح يسجل فيها يأخذ المباراة بنقاطها. اللي راح يسجل فيها هذه الدقائق سيأخذ المباراة. الكرة فيها إبعاد. حمزة، عرضية عالية خطيرة، تسديدة من مارادونا ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. كلاوديو حاول على الطائر وسدد على الطائر ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. مباريات الموسم الماضي طبعا كلاوديو سبق وان سجل على زاخو موسم 22-23. تحدث عن مباريات وتتحدث عن لقاءات الفريقين وتاريخ لقاءات الفريقين. عندما فاز بالمرحلة الأولى بهدفين مقابل لا شيء في ملعب زاخو، المباراة الأولى محمد الباقر وكلاوديو أوليفيرا. والمرحلة الثانية كذلك سجل كلاوديو في مباراة 2-1 سجل هدفين. يعني كلاوديو تتحدث عن أهدافه المسجلة في مرمى زاخو 3. هذا غوستافو حالة تسلل، يلغى الهدف
واثق مدلل، يلغى الهدف. هذه الكرة فيها أو لا؟ فيها أو لا؟ جوستافو سجل، جوستافو سجل، ولكن يلغى الهدف في أجواء صعبة، في أجواء مثالية، وفي حالة صخب على المدرجات. تغيير، حمزة يغادر وتقف فلاح يشارك. حكم المباراة وسينتظر من حكام الفار الحالة كانت سليمة أو لا، الهدف سليم أو لا. المدرجات وبالتالي يلغى الهدف. هنا المتابعة، وهنا الجماهير الحاضرة على المدرجات. الملعب كما ذكرت ممتلئ تماما، حضور لجماهير نوروز وحضور لجماهير زاخو على المدرجات، وبأعداد غفيرة، بأعداد كبيرة لكلا الجنسين. اي نعم، وكذلك للكبار وللصغار على المدرجات. الكل ينتظر وبشغف كبير على المدرجات. ماذا لدينا من قرار حكم المباراة؟ ماذا يقول؟ وينتظر من حكام الفار القرار. اي نعم، رمي قنان الماء من المدرجات، هذه ما نريد نشوفها في ملاعبنا، وإن تكررت لكن ما نريد نشوفها. يعني هذه الكرة التي ألغي من خلالها الهدف المسجل عن طريق جوستافو. مباراة متوقفة طبعا، ليس من أجل العودة للفار، أعتقد يعني بسبب الجماهير. هناك حالة ما نتمنى نشاهدها في ملاعبنا، رمي قنان الماء، وبالتالي على الحكم المساعد أو على اللاعبين. هذا أمر مرفوض تماما، ليس فقط في هذا الملعب، في كل الملاعب. هنا جماهير نوروز الحاضرة من خلال هذه المباراة، وفي كل مباراة كذلك. قحطان كثير. مباراة لا زالت متوقفة. هنا ديبوكي، شنو اللي جاي يصير على المدرجات؟ الصورة ما عندي. أمور على المدرجات ما شايفينها إلا في الملعب فقط، هو من يشاهد، والمباراة ما زالت متوقفة. دقائق والمباراة متوقفة. حكم المباراة بكل تأكيد يعني سلامة الطاقم التحكيمي وسلامة اللاعبين. المدرجات
على المدرجات، وهناك امور ما نريد نشوفها. خلاص زاخو يعني ربما الدخول، لا 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 لا، الدخول مرفوض، الدخول مرفوض الى المستطيل الاخضر، الدخول مرفوض يا جماهيرنا. الجماهير والنزول الى الملعب بهكذا صورة هذا امر مرفوض تماما. المباراة مستمرة كانت وجميلة، الاجواء جميلة، ولكن هذا الامر مرفوض تماما. يا اخي ليش هذا اللي صار، وليش هذا اللي جرى؟ وين امن الملاعب؟ خروج الجماهير، يجب خروج الجماهير الان باسرع وقت اخراج الجماهير. يعني ما راح تخلص هذه الامور، ما راح تخلص هذه الامور. سلامة اللاعبين هذا امر مهم، سلامة الطاقم التحكيمي، نزول الجماهير الى الملعب، الى المستطيل الاخضر. شنو اللي استفاد الجمهور من النزول؟ وين امن الملاعب؟ وين امن الملاعب لاخراج المشجعين؟ شوف الصورة، شوف المشجع، شوف اللاعب، شوف كيف ماسك اللاعب. شوف الامور تزداد صعوبة في ملعب نوروز. يجب اخراج الجماهير الان، يجب اخراج الجماهير حتى لا تزداد الامور سوءا. يجب ان تخرج الجماهير. يعني اذا ما صار هناك تصادم ما بين جماهير الفريقين، امر سيكون بكل تاكيد يعني غير مرحب به، امر سيكون بكل تاكيد يعني ما نتمنى نشاهده. مباراة هناك امور كانت حاضرة على المدرج ما بين جماهير الفريقين. بعد ذلك يعني عندما الغى الهدف واثق بدلل مباشرة شاهدنا قناة الماء ترمى الى الملعب، وبعدها ازدادت الامور سوءا، ومن ثم نزلت الجماهير الى الملعب، الى المستطيل الاخضر. وهذا الشيء ما كنا نتمنى نشاهده. اي والله، ولا زالت في الملعب، ولا زالت في الملعب الى الان. طيب ليش يعني امن الملاعب وكذلك المعنيين اخراج الجمهور، ابعاد الجماهير الى المدرجات حتى ننتظر القرار من حكم المباراة ومشرف المباراة. الآن لا نعلم إذا ما كان هناك لاعب أصيب والإصابة من الجماهير، لا نعلم إذا ما كان هناك حكم أصيب والإصابة من الجماهير.
هذه الأمور نتمنى أن لا نشاهدها. بدأت تتكرر، عادت تتكرر، والدخول يزداد إلى الآن، الدخول يزداد. يعني نشاهد هناك من الجهة البعيدة نزول بعض الجماهير وإن كانوا يعني أفراد، والصورة واضحة جدا، لا تزال الجماهير والنزول إلى الملعب. شوف هنا التشابك، شوف هذا التشابك اللي ما نتمنى في الملعب. هذا التشابك اللي ما نتمناه يكون في الملعب. هذا خطير، هذا خطير، هذا سيولد لنا اشتباك ما بين جماهير الفريقين، وسيولد لنا إصابات وأضرار وإلى آخره. مباراة كانت مستمرة بشكل جميل، بشكل رائع، أجواء جميلة. شوف الأعداد بدأت تزداد على المستطيل الأخضر ونزول الجماهير. يعني من حالة، من لقطة، من إلى آخره، الأمور بسيطة جدا. تشاهد الجماهير بهكذا صورة النزول إلى الملعب. وإلى الآن لا زالت الجماهير لعدم طبعا وجود أمن الملاعب. لو كان حاضرا وجود أمن الملاعب لما كان مشجع الآن في المستطيل الأخضر. حتى لو كان هناك نزول من المدرج إلى الملعب مباشرة تتخذ الإجراءات ويعود الجمهور إلى مكانه. ولكن الصورة واضحة، أمن الملاعب، غياب أمن الملاعب. أيعقل مباراة بقيمة هكذا مباريات، بقيمة الديربي، بقيمة الأندية الشمالية، بقيمة دورينا ودوري نجوم العراق، تقام تحت أنظار هكذا عدد كبير من المشجعين ولا يوجد أمن الملاعب؟ أيعقل هذا الأمر؟ أي نعم، هذا اللي أشاهد لغاية الآن، عدم وجود أمن الملاعب. والصورة واضحة جدا، الصورة واضحة جدا ولا تحتاج إلى تعليق. صورة واضحة. لو كان أمن الملاعب حاضرا لابتعدت هذه الجماهير. بدأ الآن. شوف لدينا مشجع من المشجعين ملقى على أرضية الملعب. شوف هذه الأمور اللي كنت أتحدث عنها. في كل الملاعب، كل المباريات نشاهد أمن الملاعب، لكن ملاعب شمالنا العزيز وملاعب الأندية شمالنا العزيز غياب العنصر الأمني، وهذا الشيء شاهدناه في أكثر من مباراة.
واضح جدا في المباريات التي تقام في شمال العزيز. يجب أن تكون حضور لأمن الملاعب، يجب أن يكون الحضور كذلك بشكل ممتاز كي تسير المباريات، وكذلك المباريات تذهب إلى بر الأمان. سلامة الجماهير، سلامة اللاعبين، سلامة الطواقم التحكيمية. مباراة حتى الدقيقة 81 هي مباراة مستمرة وجميلة جدا، ولكن بعد ذلك حصل ما حصل.